في الحلقات اللي فاتت من تريبل لقيت ان السوشيال ميديا بتضيع وقتنا ومش بتحسسنا بالتواصل بحقه حقيقي، فقررت ان انا ابني ابلكيشن يساعد الناس انها تقابل بعضيها. فاستقلت من شغلي في مايكروسوفت وبدات اشتغل على تريبل. بدات من واحد كان بيقول لي اخويا لشهور مش هستسلم، ما كنتش عارف انا رايح فين، كنتش معايا فلوس، كنت بحاول ان انا اجمع $5000 عشان اعرف ان انا اعمل التسويه وانزل مصر. بدات ان انا اشتغل في اي حاجه، لقيت ان في LED كانت متوصله ولكن ما كانتش بتنور، فقررت ان انا ابدلها والكيوب نور. قال لي ان في مكان اقدر ان انا اقعد فيه اسمه مارفا اوبن، اقدر ان انا اركن فيها الفان بتاعتي. طيب انا لسه واصل للمكان اللي انا هكون فيه الشهر ده. أجابي ده عبارة عن كوميونال هاوس فيه 12 أوضة. بدأت أشتغل مع كولن على المشروع الجديد. ما كنتش مصدق إن أنا نازل مصر، ما كنتش عارف أتوقع إيه بعد كمية السنين اللي أنا مروحتش. Hello YC, this is Abdo. This is Haytham. And this is Sara, and we're the co-founders of Daira. سارة بعتت لنا إنها بتظن إن إحنا اترفضنا من YC، وبالفعل رغم كل الشغل ده اتبعت لنا إيميل إن إحنا اترفضنا. بعد ما اترفضنا من YC معنويات الفريق انخفضت شوية. بدأنا نسأل نفسنا هو احنا عايزين نكمل ازاي. حسينا ان كل واحد فينا لسه متمسك بالفكرة الأصلية. سارة وعبدو كانوا لسه عايزين يبنوا كوز، وانا كنت لسه عايز ابني تريبل. فقلنا الأحسن ان احنا ننفصل وان هم يكملوا شغل على كوز وانا اكمل شغل على تريبل، ونبقى نبارتنر بعدين في المستقبل. تجربة لم تستمر. بس يعني postponed لسه في استمرارية إن شاء الله. We still have يعني potential for the future. You never know. بس I think that's the right decision. النهاردة كده غالبا آخر يوم في أول أمين. حتى إشعار آخر. كنا ساعتها في شهر 4. Okay. Hello Haytham's channel, I'm Sara. Hello all 1 million of you. إن شاء الله. إن شاء الله. Please افتكرونا بكل خير. We hate Haytham. Just kidding, we love Haytham. Haytham بيحب لعبة الباتش. He's gonna use it in his bachelorette. يا سلام. Haytham هيتجوز السنة دي. You think so إن شاء الله؟ ماشي بإذن الله. تشوفوا عروسته قريب أوي. تشوفوا عروسته الحلقة الجاية. انت بتدمسيني. pretty. مش هتشوفوا حد يا جدعان، محدش يصدق الكلام ده. عملنا اللعبة دي عشان مرات. اوكي sounds good. طب اخد الباكج بتاعتي بقى علشان الحفلة. We're gonna send it directly to your wife. اوكي شكرا سارة، شكرا جزيلا. الصراحة انا كنت حاسس ان انا تايه شوية. كان فات 2.5 شهور في مصر وكنت بدأت أسأل نفسي هل انا اخدت القرار الصح ان انا رجعت ولا لا. هل كنت مفروض سمعت كلام الناس في الكومنتس لما قالوا لي ان انا مجيش؟ أسلم عليه ولا أسلم عليه؟ ماشي خلاص مسكته. How big the kitchen is. Let's go. لا خشوالي. That's crazy. Amazing. حمام الولاد. ده حمام الولاد لازم دايما يكون الصغير. والله برا. كله تحت السيطرة. بالورقة والقلم لو أنا كنت اشتغلت في شغلانة هناك كنت هقبض فلوس أكتر، ولكن كنت حاسس إن أنا عايز أكون هنا وإن أنا أبني من مصر. وفي نفس الوقت ده ما يمنعش إن أنا كنت عايز أحافظ على الإقامة بتاعتي في أمريكا، وده معناه إن أنا مقدرش إن أنا أسافر أكتر من 6 شهور برا في المرة الواحدة. فبدأت أفكر في الرجوع، ولكن يشاء القدر إن في الوقت ده خالتي تعبت وبعدها عمي كمان تعب، وكنت حابب إن أنا أكون في وسط أهلي في الفترة الصعبة دي، فقررت ان انا افضل في مصر. مش حابب ان انا اتكلم كتير في الفيديو عن الفترة دي علشان الموضوع شخصي، ولكن هي كانت فترة صعبة وشاء الله ان هم توفوا، الله يرحمهم. كنت في اخر شهر 5 وبدأت اقرب للديدلاين بتاع 6 شهور، وساعتها حصلت حاجة غريبة. لقيت الاكاونت بتاع البنك بتاعي اتبعت له 2000 يورو، والاسم اللي اتبعت منه الفلوس ده كان ماريو. ساعتها انا كنت عامل له بلوك في كل حته، فعملت له ان بلوك وفضل يبعت لي فويس نوتس كتير ويأكد لي ان هو هيديني الفلوس. Haytham, I just wait for one message and then I will give you ASAP
the update because I think I really handled this month. I swear I think I will handle it. It's gonna be all in time, man. It's gonna be all. I just wait until I can confirm 100%. فضل يبعت رسالة بعد التانية، دوكيمنت بعد التاني، بيأكد لي إن الفلوس هترجع لي تاني، ويطمني إن اللي حصل دي كانت غلطة، وإن هو عشان يثبت لي صدق نيته قرر إن هو يبعت لي شوية فلوس. My sponsors will sign the agreement and will deliver me their first sponsor money. I talked openly to them. I talked to them. Look, I need to help one friend because he lost money because of me. All of that, I explained everything. And I will send you your money back. I will send you your money back. And this year you will have all your money back. I can promise you that from all my heart. جالي شوية أمل ساعتها إن ممكن الفلوس هترجع لي، وإن أنا أقدر ساعتها إن أنا أكبر التيم وأشغل ناس معايا بدل ما أنا كنت بعمل كل حاجة لوحدي. بروفيسور مزبلة جيف ويلسون اتصل بيا وبدأ يحاول يقنعني إن أنا أرجع أمريكا. Like I'm actually a lot better when you're recording me than when I'm doing it for myself. بروفيسور دامستر أكد لي إن الموضوع هيبقى المرة دي مختلف، إن إحنا هيبقى عندنا مكان نقدر إن إحنا نشتغل فيه وأوفيس، وإن إحنا نعرف نركز، والناس اللي كانت عاملة مشاكل في مارفا مشيت. We're essentially going to be sitting next to each other all the time. للناس اللي ما اتفرجتش على الحلقات اللي فاتت، بروفيسور دامستر كان عنده شركة اسمها جوب. الشركة دي كانت فاندد من واي كومبينيتور، أكبر أكسلريتور في أمريكا. قدر إن هو يجمع فاندنج للشركات بتاعته حوالي 25 مليون دولار. قررت إن أنا أسافر. ايه ده يا اسطى؟ ده يا اسطى ده 1500 بس. لا بتهزر. بهزر. أنا كنت باكل لهم على 1500. السيلفر آخر شوية. وزي ما انتم شايفين ركبت يعني هم كانوا عاملين كتير منه، بس الحاجات اللي فوق دي ما كانوش طايلينها فركبتها عشان يحسوا انها ليها قيمة ويوسفل عشان لما امشي يفتقدوني. وانا ببص على التذاكر لقيت ان التذاكر كلها كانت غاليه. ارخص تذكره كانت ترانزيت لليونان، ولكن كانت سيلف ترانسفير، معناها ان انت محتاج تطلع بره المطار علشان تجيب الشنط بتاعتك، او احيانا انك تغير المطار، فلازم يكون معاك فيزا البلد اللي انت هتعمل فيها ترانزيت، وفي الحاله دي كانت اليونان. انا ما كانش معايا فيزا لاوروبا، فجات لي فكره ليه ما اشتريش التذكره دي ويكون معايا كاري اون واحده بس ادخلها معايا على الطياره نفسها وانا نازل اخدها. قلت اخد الريسك واحجزها. I want to book my flight tickets now. Do it right now. From Cairo to New York City. Departure. اول مشكله واجهتني كانت في مطار القاهره، علشان انا كنت واخد معايا شنطه واحده بس كاري اون، عبيتها جامد، والراجل قال لي ان الوزن بتاعها زايد وما ينفعش ان انا يكون معايا كل الحاجات دي، وبدات ان انا افضي في الشنطه بتاعتي. وصلت اليونان وهناك كانت المفاجاه ان الصاله اللي انا كنت فيها كانت مختلفه عن الصاله اللي الطياره التانية فيها، ومحتاج ان انا اعدي بان انا اخرج من الجيتس خالص واجيب البوردنج باس بتاعتي. مش عارف بقى هتظبط دلوقتي ولا لا. انا عند الترانسفير اوفيس. الموضوع طلع معقد وكان واخد وقت طويل. بقيت ان انا احاول ان انا افهمهم ان انا جيت اليونان بس ترانزيت، وان انا مش عايز ادخل اليونان واختم، انا بس عايز اطلع على الطياره التانية اللي هي كونكتنج فلايت من هنا. I am kind of weird situation. So I arrived from Cairo to Athens. خفت ان الطياره هتفوتني او ان هم يرحلوني على مصر. ولكن في راجل من المسؤولين هناك قرر ان هو يساعدني، والراجل ده عمل معايا الواجب وزياده. Thank you so much. You have to go with me in gate. Give me a moment. Sure. اخد مني الباسبور بتاعي وراح جاب لي البوردنج باس بنفسه. قال لي ان انا ما شفتش حد عمل ده قبل كده، وعداني من مكان موازي بتاع الموظفين لحد ما وصلني للصاله التانية. كنت مصدق، كنت مبسوط ان انا اخدت الريسك ووفرت $300. طبعا ما انصحش التجربه دي لاصحاب القلوب الضعيفه، وشكرا لعمو اليوناني. عقبال ما اجيب البرايفت جيت بتاعتي ان شاء الله. وصلت نيويورك. وقابلت صديق ليا كان بيشتغل معايا في مايكروسوفت اسمه أنيش. قعدت عنده كام يوم. Oh, should be locked out now. Look where we're at.
قابلت اصحاب اللي ما شفتهمش بقالي كتير. قابلت ليلي بنت كولن، قابلت مطاي وناس كنت عايز اشتغل معاهم قبل كده ايام ما كنت ببني تريبل لاول مره، اسمهم فيرسي. كان عندهم كوورك سبيس وكوميونتي وكنت عايزهم ينضموا لتريبل زمان. كانت اول مره ازور نيويورك في الصيف وما كنتش عارف ان انا احبها قوي كده. انيش say hi. Yo. what up. الناس بتفتكر ان احنا توأم وبيقولوا ان انا هندي. I officially think that I like New York City. Bike lanes. بعد ما بتتمشى بالبايك بتاعتك شايفين الباركينجز اللي هناك دي، تركن بقى فيها العجلة. فكرة ذكية. بعدها سبت نيويورك ورحت تكساس وقابلت دامستر علشان اجيب الفان بتاعتي اللي كانت مركونة على المزرعة بتاعت اهل دامستر. بدأنا الرود تريب أنا وبروفيسور دامستر لحد ما وصلنا لبيت أهلي. So I'm gonna call him out on it. I'm like, yo, Zuck, and I'll be wearing a Zuckerberg shirt. Zuck shirt. Okay. We're coming for you. We're coming for you, Zuck. Right here, this is selling Jupe asset purchase agreement. This is it. Those shirts, I guess. Sign. Done. وصلنا للبيت بتاع أهلي. واول ما وصلت حاولنا ان احنا ندور الفان، ولكن جيت ادورها لقيتها مش بتدور. وطبعا ده المتوقع لاي حد عنده عربيه او فان هيركنها لمده شهور، محتاج ان انت تفصل البطاريه. No, even when we go to the gas station, you don't turn this shit off. اوكي. وصورنا هناك الفيديو الايقوني بتاع الاغنيه اللي لسه ما نزلتش، وغالبا كده مش هتنزل، بس قولوا لي لو انتوا عايزين تسمعوها كلها. كل ما اخد خطوة ارجع السنين. صوت انا وبروفيسور دامستر ورجعنا تاني مرفأ. What do you say? What's that cat gotta say? Zuck. مستني ايه؟ قوم فوق بص للسما، ربك لسه فوق شايفك، تبقاش جبان سقرانة من الصقور، ما طبقتش عالطبول بس زنت عالودان.